يلعب المنهج العلمي دورا مهما في تصيير الرأسمالية نظاما عالميا، وفي هذا الأسلوب الجديد الذي يعتبر كل من روجر فرانسيس بيكون وديكارت روادا له، يتم التمييز بعناية فائقة بين الذات والموضوع، في حين لم يكن للذات والموضوع مكان بارز في الأسلوب الدغمائي القرصطي، بل تميز بوظيفة خافتة كالظل. أوروبا الغربية التي شهدت صحوتها مع النهضة قد فتحت آفاق عصر جديد في مظهر الذات والموضوع، بالترافق مع ثورة التنوير الفلسفي وتحقيق الإصلاح في المسيحية. هكذا غدت ذاتية الإنسان وموضوعية العالم تشكلان حجر الزاوية بصفتهما عاملين أوليين في الحياة، في حين تتهاوى أهمية الأسلوب الدغمائي العامل أساساً بكلام الرب إلى جانب تدني الأخلاق، أو بالأحرى يتم الانتقال من عصر الملوك المتسترين والآلهة المقنعة القديمة إلى عصر الملوك العراة والآلهة غير المقنعة، وطراز الاستغلال الرأسمالي بات المحفز الأساسي المؤدي إلى ذلك الانتقال. فالاستغلال المتحقق باسم الربح يستدعي تغيير وعي المجتمع من جميع المناحي بالضرورة. تعد هذه الضرورة المؤثر الأس الذي أفضى إلى ولادة الأسلوب العلمي. لقد باتت الإنسانية والطبيعة وجها لوجه هنا أمام أقصى درجات الاستغلال، وسوف يعاد إنشاء ضمير خلق المجتمع بإطراء تغيير ذهني شامل عليه، لأنه لن يقبل الاستغلال بسهولة. لذا سيقع الدور الأكبر على عاتق الأسلوب العلمي كسبيل أساسي صائب. الكل على علم كيف مر ديكارت بمرض التشكيك الأكبر بكل شيء في سبيل تحقيق تحول جذري متأصل في هذا الخصوص بالذات، فلجأ إلى مقولته الشهيرة: أفكر إذن أنا موجود. ومعلوم أن بيكون وأتباعه أبدوا عناية فائقة بالموضوعية، وبينما فتح الأول الباب على مصراعيه لإمكانية تفكير الفرد بشكل مستقل، فقد أشهر الثاني وأتباعه الأبواب أمام إمكانية تصرف الفرد بالمادة الشيء كيفما يشاء. لابد من إعادة التعريف والشرح الشامل لمصطلح الموضوعية الذي يرتكز إليه الأسلوب العلمي. ففيما عدا الفكر التحليلي، فتعريف كل الطبيعة بأحيائها وجمادها على أنها مادة شيء، بما في ذلك جسد الإنسان، قد لعب دور المفتاح في استغلال الرأسمالية للطبيعة والمجتمع وتحكمها بهما، ذلك أنه من غير الممكن تحقيق التحول الذهني اللازم للعبور نحو العصر الحديث من دون تجذير التمييز بين الذات والموضوع وأضفاء طابع شرعي كبير على ذلك. وبينما تكون الذات الفاعلة العامل الشرعي الأكثر تداولا وقبولا في الفكر التحليلي، فإن الموضوع الشيء يعتبر عنصرا ماديا ملموسا يمكن من القيام بكل أنواع المفارقات والإشاعات. بمعنى آخر، فهو يمثل الموضوعية الشيئية، وقد نشبت صراعات مريرة بسبب هذا التمييز، إذ يجب عدم تقييم الصراع بين الكنيسة والعلم كمجرد نزاع على الحقيقة، حيث تستتر نضالات اجتماعية عظمى وراءه. فما حصل هو بأحد معانيه ضرب من ضروب الصراع بين المجتمع القديم المشحون بالأخلاق وبين المجتمع الرأسمالي العاري الساعي لنزع الستار الأخلاقي عن ذاته، أي أن المسألة ليست مجرد نزاع بين الكنيسة والعلم، بل إن موضوع الحديث هنا بشكل أعم هو صراع بين النظام الذي حظر الاستغلال ولعنه واعتبره جرما لا يغتفر، وذلك بالتأسيس على القيم التي صانها وجدان المجتمع وضميره طيلة التاريخ، وبين المشروع الاجتماعي الرأسمالي الجديد المتطلع إلى فتح الأبواب على مصاريعها أمام استغلال المجتمع والتسلط عليه دون الاعتراف بأي رادع أو عيب أو لعنة. والمقاربة الموضوعية هي المصطلح المفتاح لهذا المشروع. تتخفى تحت مفهوم الموضوعية الذي ينادي به الفكر التحليلي فكرة مفادها ما من قيمة لا يمكن إخضاعها للعملية، إذ يمكن استغلال كل ما في الطبيعة من حي وجماد والتحكم بها وتملكها، بحيث لا يقتصر الأمر على كدح الإنسان فحسب، بل ويمكن البحث والتنقيب فيها والتمتع بحق استغلالها بكافة الأشكال. وفيما عدا الذوات المنتقات، يحق النظر إلى كل شيء على أنه ميكانيكي، بالتالي يحق التحكم به واستغلاله بلا رحمة أو رأفة. أما الفرد المواطن ومجتمع الدولة القومية المنظمان كذاتين أساسيتين في مواجهة الطبيعة والمجتمع،
فهما ابتكاران جديدان يتميزان بطاقة جنونية قادرة على فعل كل شيء بصفتهما إلهين جديدين غير مقنعين، بدءا من تنفيذ الإبادات الجماعية إلى إقحام البيئة في حالة لا تطاق. هكذا بات اللويثان القديم مسعورا، وكأنه ما من شيء إلا ويستطيع التحكم به أو تمزيقه إربا إربا. من المهم الاستيعاب جيدا أن النظر إلى المقاربة الموضوعية الشيئية على أنها مصطلح نزيه تماما في الأسلوب العلمي قد تسبب في كوارث مهلكة وانحرافات كبرى، بل وبتنفيذ مجازر مروعة تضاهي ما قامت به محاكم التفتيش القرصتية. يجب التجديد وبعناية على أن الموضوعية الشيئية ليست مصطلحا علميا نزيها على الإطلاق. لا يمكننا إيضاح أسباب عطب وإفلاس وشلل علم الاجتماع في راهننا ما لم نستوعب أن الأسلوب العلمي بحد ذاته يعد وسيلة لأكبر تقسيم طبقي. أقولها صراحة، للأسلوب العلمي الموضوعي دور معين وحاسم في إفلاس الاشتراكية العلمية التي زعم أنها علم الاجتماع النموذجي، والتي اعتبرتها أنا أيضا كذلك في فترة من الفترات.